بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كتير مننا بنعمل السمك المقلي بالطريقة المعتادة، ودايما بيكون السمك طري وفيه زيت كتير. جربي الطريقة الجديدة دي للسمك المقلي المقرمش وان شاء الله هيعجبكم. عندنا هنا سمك بولتي او اي نوع سمك بتحبيه او هتقليه، مغسول ومتنضف كويس اوي، متبل من جوه وحاطين عليه الملح. عندنا هنا دقيق، عندنا هنا عجينة هنعملها عشان دي اللي هتديك الطبقة المقرمشة. 4 معالق دقيق، معلقة ونص نشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر. وبنقلب الخليط الجاف ده كله مع بعضه بالشكل ده كده. بعد كده ننزل عليه بالمية بالتدريج واحدة واحدة، ونبدأ نقلبه بالشكل ده كده. نحط المية واحدة واحدة ونقلبه كويس قوي لغاية ما يكون القوام سايل معانا بالشكل ده كده. بعد كده بنحط نص معلقة بهارات سمك ونص معلقة ملح، بنقلبها كويس مع بعض بالشكل ده. بعد كده نحط السمك، بننزل في العجينة دي السمك، وبنطلعها من العجينة بنحطها في الدقيق، بنغطيها كويس قوي بالدقيق بتاعنا. وبعد كده بيكون بالشكل ده. بعد كده بنجيب طاسة وبنحط فيها زيت، بنحطها على النار، بنحط فيها السمك، بنقلبه لما يتحمر، بنقلبه على الوش التاني، بنقلبه مرتين كده مع بعض. وده شكلها بعد ما خلصت بنطلع نحطها على منديل المطبخ، وده شكلها النهائي، وبتتقدم بألف هنا. دي كانت وصفتنا النهاردة. الوصفة سهلة وبسيطة، وفي مجموعة تانية من الفيديوهات على القناة تقدري تستفيدي منها في عمل أكلات جديدة ووصفات لذيذة مبتكرة وغير مكلفة. واشتركي في القناة علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هعملها واللي فيها الوصفات الجديدة. وبعد ما تشتركي دوسي على علامة الجرس، هتطلعلك رسالة علمي عليها، ودوسي موافقة علشان يوصلك إشعارات بكل فيديو جديد بنزله. ولو عندك اي استفسار او محتاجة تسألي على حاجة، اكتبيها تحت الفيديو هرد عليكي. اعملي لايك وشير للفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.